الموتور عندي سعره اكتر من 50,000 جنيه، الموتور ده اتحرق، والاغرب من كده ان الاوفرلود كان راكب عندي في الدايره. ده بيكون بسبب حاجتين هقولهم لك في اخر الفيديو ان شاء الله. ركز معايا النهارده، هنعرف ايه هو الاوفرلود، بستخدمه في ايه، ووظيفته ايه، وازاي اظبط البارامترز بتاعته، وبختاره على اي اساس. ركز معايا جدا بقى في اللي جاي. اول حاجه، انت عندك الاوفرلود ده وظيفته ايه؟ بستخدمه عشان زياده الحمل. لو عندي الموتور بيسحب 8 امبير، لو زاد وصلوا ل 10 امبير او 9 امبير خلال فتره زمنيه معينه، يبدا الاوفرلود ده يحس بالجهد العالي دوت، فيفصل لك الموتور دايركت على طول، اوتوماتيك على طول. طيب ماشي. تاني حاجه، خد بالك ان الاوفرلود دوت مش بيحميني من الشورت سيركت. يعني الاوفرلود ده مش بيحميني من كل الاعطال. مثال الشورت سيركت ده لو حصل عندي ليه حاجات تانية بتحميني منه، زي الام سي بي او الام سي سي بي. طيب تمام. اولا الاوفرلود اول حاجه مشكله تقابلنا ان الاوفرلود عمال يعمل تريب ويسقط، ويجي الفني يقوم جاي مزود القيمه بتاعتي، يزود الامبير بتاعي، ما يعرفش ان اللي بيحصل ده كارثه. خلينا نتكلم بقى بظبط بارامترز الاوفرلود ازاي. اول حاجه هتلاقي عندك فيه زرار للريست هنا، والريست الزرار الاخضر، ثم ده بعمل منه ريست لو حصل عندي تريب في الدايره. يعني الدايره لو حصل عندي تريب سقطت بسبب الاوفرلود، سقط عشان في حمل عالي عندي، او الاوفرلود يعمل تريب. طيب تمام. وده بعمل منه زرار ستوب. زرار ستوب ده بعمل منه ستوب ليه؟ عشان اتاكد ان النقط اللي عندي فاصله، ان هو بيفصل بيقطع التيار عن المسار. يعني انا خلاص قطعت التيار عن المسار اللي مكمل فيه، اللي هو كأن السيرفيس داخل لي من هنا، وبقطع المسار اللي خارج لي من الاوفرلود. طيب تمام. اول حاجه هتلاقي عندك هنا في علامه تريب هنا. علامه تريب هنا دي لما اجي ادوس عليها، تريب دي لما اجي ادوس عليها ببدا اتشيك الاول، اتاكد ان فعلا عملت ريست للاوفرلود. لما ادوس عليها كده هبدا اتاكد ان انا عملت ريست للاوفرلود. يعني لو هو سقط تريب فادوس على الريست بتاعي خلاص. بقى ده الكلام ده بعد ما اكون انا حليت المشكله اصلا اللي موجوده عندي، المشكله الاساسيه. طيب تمام. عندك بقى نقطتين مهمين جدا. عندك نقطه اسمها هاند، ونقطه اسمها اوتوماتيك. الهاند دي، الهاند ريست دي انا بستخدمها في ايه؟ الهاند ريست دي لو الاوفرلود عمل تريب، هو بيقول لك، بيسالك يا هندسه انت عايز لما الاوفرلود ده يعمل تريب هروح ارسته بايدي، ولا انت عايزه يترست اوتوماتيك؟ لو حضرتك خليتها على وضع الهاند ده، فانت لازم ان انت تروح ترست بايدك، وده الصح وده اللي المفروض يحصل. طيب لو انا خليته اوتوماتيك، كل ما يحصل اوفرلود هتلاقيه بيترست اوتوماتيك، فبالتالي انت الحاجه عندك دي ممكن بقى تتحرق مره يعني تسقط اوفرلود مره واثنين وثلاثه اربعه وهو شغال، كل ما يفصل يشتغل، كل ما يفصل يشتغل، فبالتالي ملوش لازمه او ملوش وظيفه دلوقتي. طيب تمام. تعال بقى نشوف الطيب بتاعه. الطيب بتاعه اللي عندك ال ار دي 04، بيشتغل على امبير من اول 0.4 لحد امبير 0.63. تمام. المشاكل دي بتحصل امتى بقى؟ المشاكل دي بتحصل لما يكون عندك مثلا في حاجه في الميكانيكال بتاع الموتور، في حاجه في البيرنج بتاع الموتور. هبدا اروح ابص على الموتور، اعرف في فازه مثلا ساقطه فيه. لو حتى في فازه ساقطه موجوده في الموتور، الاوفرلود مش هيحس بالجزء ده. طيب تمام. النقطه الثانيه الاهم بقى، اختار الاوفرلود ده على اي اساس؟ تختار الاوفرلود على اي اساس؟ لازم تختار الاوفرلود على اساس انت بتشوف المين بريت اللي على الموتور. المين بريت على الموتور لو مكتوب عليها 8 امبير، هروح اختار الاوفرلود على 8 امبير، واظبط الاوفرلود على 8 امبير. طب يا هندسه ده انا عندي الستارت اب بتاع الموتور بيوصل في بدايه تشغيل الموتور بيوصل لسبع اضعاف القوه المكننه بتاعته. يعني مثلا لو بيسحب 8 امبير هيبقى 8 في 10 ب 80 امبير. يا فندم الاوفرلود جواه تايمر، التايمر ده بيتظبط على 0.5. شوف انت عايز تظبطه على كام ثانيه، 3 ثواني، 4 ثواني، 5 ثواني. في خلال الزمن ده لو الموتور تخطى الزمن ده وما زال وصل عند ال 70 وال 80 امبير، هتلاقي الموتور، هتلاقي الاوفرلود عمل تراب على طول. معناه ايه؟ ان انا عندي فازه تسقط في الدايره. لو فازه سقطت اصبح عندي الحمل بيزيد جدا، لان الحمل شغال عندي على فازتين بس. الفازتين دول الطبيعي بتاعهم ان الامبير فيهم هيعلى جدا. طب الامبير لما يعلى جدا، الامبير لما يعلى جدا درجه الحراره بتزيد تلقائي. درجه الحراره لو زادت، عشان في بعض الناس بتقول ان الحراره لما بتزيد الاوفرلود بيفصل، هي مالهاش علاقه. لكن الاثنين اصلا كده كده امبارل بيكونوا شغالين مع بعض. لما الامبير بيزيد تبدا درجه الحراره تزيد معايا. عندي الاوفرلود يبدا يحس بقى بسرعه بالجزء ده. عندي في اكتر من ثلاثه طيب للاوفرلود. عندي كلاس اي 10 اي، وعندي كلاس 20 اي، وعندي كلاس 30 اي. فلازم نكون فاهمين برضو الجزء ده كويس جدا. عايزك بقى تنسى ان الكوندكتور ده هو اللي بيشغل الموتور، وورا منه على طول الاوفرلود ده هو اللي بيحمي لي الموتور. الاتنين بيبقوا في الدايره كده. تمام.